السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم اكتر وجبة انا بحبها، يعني بتبقى خفيفة جدا وسريعة برضو وبحلة واحدة، خصوصا لو بالفراخ او باللحمة الضاني او باللحمة العادية. يعني بأي لحوم بتبقى ماشية معاها وسهلة جدا، ومن الحاجات اللي هي بتتاكل جنب أي طبيخ أو تتاكل لوحدها. زي ما انتم شايفين كده، ده الرز البسمتي. هتعمليه بيه بقى بفراخ، هتعمليه باللحوم، لو انت حباه يعني هتعمليه بيه. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي هنا كان نص فرخة، فحبيت ان انا اعمله برز بسمتي، وهوريكم الطريقة. انا عملته اكتر من مرة على القناة، واكتر من فيديو بكذا طريقة، بالفراخ وباللحمة الضاني وباللحمة برضو البقري، فكذا نوع. بس انا بحب يعني ان انا بساوي الرز البسمتي مع اللحوم يعني وكده. فانا حبيت اوريكم النهارده طريقتي ان انا بسوي الرز البسمتي ازاي مع الفراخ حاجه واللحمه الضاني حاجه. لو لحمه ضاني انا بشوحها وبخليها تاخد اللون الذهبي وبسيبها تستوي مع الرز، وبصبها بقلب الصينيه او بقلب اللي هو الطبق، يعني ايه، جاهزة كده بلحمتها، ما بشيلش اللحوم بتاعتها. اما بقى لو كان الفراخ فبشيل الفراخ وبحمرها بعد ما بتستوي وبسيبها بقى بشربتها، بروح ضايفة بالرز. زي ما انتم شايفين كده، عندي هنا نص الفرخة مقطعة قطع صغيرة علشان تبقى برضو ايه، مناسبة للكمية او بالنسبة للشكل بتاعها، او بنفس الوقت تدي برضو طعم وتبقى سهلة معانا في الاكل. زي ما انتم شايفين كده ومتخش سوا. هنا ببدأ بقى ان انا احط هنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وببدأ احط السمنة وبشوحها لما تاخد اللون اللي هو الصدمة بتاعتها، لما تبيض شوية. وبحط لها بقى هنا التوابل. طبعا التوابل زي ما انت عارفينها، هتبقى خلطة الرز البسمتي دي اهم حاجة، وورق لوري وحبهان وقرفة. عندك بقى قرفة عيدان، قرفة من التانية، بس الأحسن يبقى قرفة عيدان علشان ما تسيبش لون في الشوربة أو اللون بالرز، ما متخلوش يعني إن هو مغمق. بس الخلطة البسمتي بيبقى لونها أصفر، فهي بتخلي لون الرز نفسه أصفر، أو لون اللحوم أو الحاجة اللي انتوا حاطينها بتبقى لونها ذهبي. زي ما انتم شايفين كده. طبعا عشان دي فراخ فحطيت لها مكعب ماجي. طبعا في ناس كتيرة قوي ما بتحبش مكعب ماجي، في مكانها برضو مرقة خضار، يعني ممكن تستبدلها بمرقة الخضار، بتبقى كلها حاجات طبيعية وخضروات والشكل يعني بالطعم ده. هنا زي ما انتم شايفين كده، قطعت بصلايه صغيره. انا في ناس هي بيعملوها اكتر من حد يعني بيحب يعملها ببصل. طبعا انا ما حبيتش الطريقه دي خالص وما بعملهاش ببصل، بس انا حبيت ان انا اضيف لها مكعبين بصل صغيرين، بحيث ان هو يدي نكهه بسيطه جدا للفراخ. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا قلت لكم الورق اللوري والحبهان والقرفه والفلفل الأسمر وخلطة الرز البسمتي، وحطينا مكعب ماجي. ما بنحطش ملح لأن هو مش محتاجة ملح. كفاية بس ان انا حطيت المكعب الماجي والخلطة الرز البسمتي بيبقى فيها ملح كفاية، فعشان ما تبقاش حادقة. هنا زي ما انتم شايفين كده قلبتها بالمكونات اللي انا قلت لكم عليها. ويبقى مثلا لو عندك ليمون مجفف بتجيبوه من عند العطار، او جوز الطيب لو انتوا حابين يعني تضيفوه. زي ما انتم شايفين كده، ده اللي انا المكونات اللي كانت متاحة عندي، فحبيت ان انا اعمل منها الطبق الرئيسي دوت. هنا معايا الفراخ زي ما انتم شايفينها كده. بعد ما حطيت التوابل وقلبتها وخدت اللون الذهبي اللي هي بدأت ان هي احمرت، وبنفس الوقت لسه ما استوتش. فانا بقلبها بالشكل ده بقلب الميه، وبعد ما خدت اللون اللي هو اللي انا عاوزاه، وبسيبها بقى هنا تستوي براحتها قد تلت ساعة كده او ربع ساعة. طبعا الفراخ ما بتاخدش وقت خالص، فالأحسن ان هي تستوي. وبعدين بكون محطة الرز يعني نقعه بمية، علشان الرز البسمتي غير الرز البلدي خالص، فلازم ان انت تنقعيه قبليها ب5 دقايق او 10 دقايق بالمية. زي ما انتم شايفين كده الفراخ هنا معايا استوت. هبدأ بقى ان انا انشلها بصينية او بحاجة. وعندك بقى ممكن تحطيها تحت الشعلة اللي هي بالفرن، تحطي تدهنيها بسمنة تاخد مثلا تتحمر معاكي. لو عندك صلصة تضربيها مثلا صلصة بشوية توابل بتحطيها عليها برضو، تحطيها بالفرن.
أنا ما حبيتش إن الفراخ تبقى بقلب الرز، عشان الفراخ بيبقى طعمها أو لونها مختلف عن اللحمة. لو اللحمة المحبب ليه إن هو تكون في قلب الرز، يعني منها فيها. فلو فراخ فبنشل الفراخ بعد ما بتستوي، وبعد كده بسقط الرز مع الشوربة وبخليه يستوي بشوربة الفراخ، وبعد كده يبقى الرز جاهز لكون الفراخ معايا هنا احمرت. هنا بقى باعملها بسمنة على الوش بالشكل دوّة، بادهنها سمنة وباحطها بالفرن. طبعًا لو عندِك طبعًا طماطم وحابة إن أنتِ تغيّري الطعم بتاعها، أنا زي ما أنتم شايفين كده ولونها أصفر، لإن حاطة له حاطة لها خلطة الرز البسمتي، فمخلّيها اللون بتاعها مصفر. وهاحط هنا تحت الشعلة بالفرن، يا دوبة بس اللي هي إيه، تاخد الوش اللي هو محمر، عقبال ما الرز بقى هنا يستوي. الوصفة دي جميلة جدًا، وعلى طول باحب أعملها إذا كانت بالصيف، خصوصًا لو مش حابة تعملي وجبات مثلًا طبيخ وأكل والكلام دوّة وما فيش نِفْس للأكل، فأنتِ ممكن تعملي الرز البسمتي جنب كفتة، جنب ممكن تعمليه كمان جنب السمك، بيبقى ماشي معاكِ جنب أي وجبة أنتِ بتعمليها بالغدا، أو أي عزومة ممكن تعمليها، بيبقى جميل جدًا، وليه أكتر من طريقة بتعمليه بيها. طبعًا زي ما أنا قُلت لكم هنا طبعًا هنا الشوربة خلاص، بابدأ بقى إن أنا أحط لها الرز، وبعد كده باسيب الرز هنا بقى يستوي، باوطّي عليه النار. طبعًا في أكتر من طريقة للرز البسمتي، باللحمة الضاني، باللحمة البقري، بالفراخ. طبعًا التوابل بتاعتها معروفة. طبعًا الأحسن أنتِ تجيبي خلطة الرز البسمتي اللي هي النوع النضيف أو النوع الحلو، عشان في أكتر من نوع عند العطار. ما تجيبيش الأحسن إن أنتِ ما تحطيش برضه الكركم، عشان ما يبقاش لونه أصفر، بس بيدّي له ريحة مختلفة. بقى لو جبتيه مثلًا خلطة الرز البسمتي بيبقى ليها ريحة وطعم ولون، بيبقى أجمل من الكركم. زي ما أنتم شايفين كده هنا الفراخ اتحمّرت معايا، وبدأ خلاص الطبق معايا بقى جاهز. طبق سهل جدًا وبسيط، ولو حابين إن أنتم مثلًا تجددوا بالغدا بتاعكم، فدي أقل حاجة ممكن تعملوها، أو ممكن تعمليها جنب برضه عزومة. زي ما انتم شايفين كده الرز بدأ اللي هو يفلفل معايا اهوت واستوى ما شاء الله. طبعا برضه الرز البسمتي له نوعين، اللي هي الحباية العريضة والحباية اللي هي العادية، والأحسن إن انت اللي تجيبي النوع الأفضل، عشان النوع التاني ميبقاش حلو زي ده. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.